يعني هو بالفعل هو متحالف مع الجيش، انا مش هقول هو مؤيد بل هو مشارك في الانقلاب. طبعا مواقفهم معروفه وموضوعه واضحه جدا من الاول، لا تحتاج الى اي دليل. هم يريدون تشويه صورتنا، عايزين يقولوا ان احنا القيادات او الدكتور البلتاجي ان هو ساب ولاده في الميدان وغادر وساب الميدان وساب بنته، وان ده كلام عاري تماما عن الصحه. وبتشهد في حاجات موثقه بتشهد امتى كان استشهاد اسماء البلتاجي، والدكتور البلتاجي كان موجود على منصه رابعه الى النهايه، يعني بعد استشهاد بنتنا اسماء، وهو اللي اعلن هذا استشهادها من على المنصه. فما يكون كله هذا يعني كذب وافتراء. اريد ان اقول حزب الظلام، انا مش هقول ان هو المؤيد للانقلاب بل هو من شارك في الانقلاب، لان انا اعتقد ان لولا حزب النور، لولا من كانوا عن يمين السيسي وعن يسار، ما استطاع ان يكون بهذا الانقلاب. ما قالوا من هذا الكلام هو عاري تماما عن الصحه، هو كله كذب وافتراء من اوله الى اخره. الدكتور البلتاجي لم يغادر الميدان رابعه الا الساعه 6 مساء. كان استشهاد بنتنا اسماء البلتاجي كان تقريبا الساعه 12 ظهرا، والدكتور البلتاجي لم يغادر الميدان حتى يعني اخرجت اسماء او جثه اسماء خرجوها اخواتها تقريبا الساعه 1 ظهرا. يعني اسماء الدكتور البلتاجي اولا لم يغادر الميدان غير الساعه 6، كان من اواخر من غادروا الميدان سواء كان في ميدان رابعه او في ميدان التحرير ساعه ثوره 25 يناير. انا اقول ان اسماء لم تنخدع بكلام ابيها، لا يعني كل هذا الكلام. اسماء كانت ليها شخصيه، كانت ليها رؤيه سياسيه، عارفه هي بتعمل ايه. ما كانش حد يقدر يقنعها. اسماء كانت مقتنعه باللي هي كانت بتعمله، حتى ان الاعتصام كان تقريبا بدا من يوم 28/6. اسماء رفضت النزول من يوم 28/6، ولكنها اصرت ونزلت من يوم 3/7 من يوم اعلان الانقلاب، وبعد ما صدر عن بيان الانقلابي يعني لم تغادر الميدان. كنت انا اللي بلح عليها ان احنا يعني نخرج شويه من الميدان نستريح شويه، وهي كانت بترفض، كانت مصره الى ان هي تبقى في الميدان الى النهايه، فلم تنخدع بكلام ابيها ابدا. وهي يعني كانت صاحبه راي وصاحبه قوه في الشخصيه، وليها يعني ايه، محدش كان يقدر يفرض عليها ده، بل بالعكس هي كانت استاذتنا، واحنا دايما